زلاتان إبراهيموفيتش. المغرب تأهل بجدارة واستحقاق. اعتبر النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش أن المنتخب المغربي أكد أحقيته بالتواجد في ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما فرض أفضليته على منتخب كندا وحقق فوزا مستحقا بثلاثية نظيفة. وفي تحليله للمباراة عبر قناة فوق أوضح إبراهيموفيتش أن المنتخب المغربي لم يقدم أفضل مستوياته خلال الشوط الأول، لكنه نجح في تغيير نسق اللقاء بعد الاستراحة، وهو ما انعكس على النتيجة بعدما سجل 3 أهداف حسم بها بطاقة العبور إلى الدور المقبل. وأكد المهاجم السويدي السابق أن ما حققه أسود الأطلس لم يكن نتيجة الصدفة أو الحظ، بل جاء بفضل تفوقهم الواضح على أرضية الملعب. كما شدد على أن المنتخب المغربي كان الطرف الأقوى واستحق التأهل إلى ربع النهائي، ويواصل المنتخب المغربي بذلك مسيرته المميزة في مونديال 2026 بعدما أطاح بمنتخب كندا في انتظار التعرف على منافسه في الدور المقبل.